السلام عليكم. شلونكم بنات؟ اليوم عندي تحضيرات خزين رمضان. ان شاء الله حسوي لحمة بعجين واخزنه واخليه بالمجمدة. بس اني هنا صارت عندي فد مشكلة بالتصوير وما قدرت انزل لكم الفيديو مال المكونات مال العجين ال- الحشوة مال لحمة بعجين. فحاقول لكم اياها هسه بالتفاصيل. تحتاجون كيلو لحم مثروم غنم او عجل، 6 روس بصل احمر، 1 فلفل بارد، و1 فلفل حار، وطماطاية. المهم انه البصل والفلفل والبارد والحار ينثرمن ناعم، الطماطة شوية اخشن من عدهن. وبالبهارات تحتاجون كزبرة مطحونة، فلفل اسود، بابريكا حارة وباردة، وزنجبيل ملعقة صغيرة جدا، ودارسين كذلك كلش قليل. بس الفلفل الأسود والبابريكا ملعقة كوب، والكزبرة ملعقة أكل، يعني تنطي طعم كلش غريب. وملعقة معجون. أول ما تحمسين البصل العفو اللحم، من يحمس وينشف مية ويلجع تطلع ريحة اللحم، تخلين البصل والفلفل الحار والبارد. من يحمسن تخلين البهارات كلهن سوية. ومن يحمس البصل زين والفلفل، خلي الطماطة على جهة، وافتحي فتحة من النص، اعزلي اللحم على الطرف، وخلي المعجون بالنص هو والدهن، احمسيه بالدهن المعجون كله زين. وبعدين ضيفي كوب مي للخليط على مود يتجانس، على مود المعجون يتلابس بكل اللحم ويصير عندك مثل الصوص قليل. و والملح تخليه اخر شي حسب الرغبة، قد ما تاكلون الاكل مالح فاهي براحتكم. ايوه، وان شاء الله العجينة مال اللحمة بعجين حنزلها بفيديو القادم، لان اذا نزلتها 2 سوا راح يصير فيديو كلش طويل وخاف مزعج، فراح انزل لك كل وحدة فيديو وحدها. الكوب تقريبا هيجي قياسه مال المي، يعني لا تكثرين مي هواي، حتى اذا كثرتي مي علي النار وخليه ينشف لمن يصير بيه صوص، على مود من تجين تخليه على العجينة حتشوفين شلون راح يصير عندك على الاطراف مكان فارغ ما بيه لحم، بس تدنين الصوص عليه يصير طعمه يجنن، لان الكزبرة تنطي للحم فالطعم خرافي. تشيل شكو زفارة، شي ما مرغوب باللحم تشيله. هنا أنا حأبدي قطعت العجينة سويتها، يعني شو احنا نقول كريات، وخليتها بماعون هيك يعني بلاستيك، وغطيتها على ما شوية ترتاح العجينة. وبعدين تقريبا 5 دقايق ترتاح، لان هي هاي العجينة مال 10 دقايق تجنن يعني. سهلة وسريعة، وحتى بالاستعمال بالفرد بالحركة تقدرين كل شي تقدرين تسوين بيها. هنا لازم تخلين الحشوة حارة على مود لا يجمد عندك اللحم، ومن تجين تفردين الصوص على اطراف العجينة ما راح يمشي عندك، فانت خليه على حرارة كلش هادئة، واخذي من عنده قسم قسم، على مود من تجين تفرديها على العجينة لا تشلع قلبك اللحم ويظل واقف بمكان واحد ما يتحرك. هاي اسهل طريقة تنقعين ال- الصينية مال الفرن. تغلفيها بزيت، وتخلين بايديك زيت كلش قليل، تاخذين الشنقة وتسويها هيجي، لا شيبك ولا هاي السوالف. هاي سهلة الطريقة او اسرع. وحتى على مود السمك، بالسمك عندك تختلف، تقومين انت تتحكمين بيها. انا هسه مسوية وجبة سويتها ثخينة وصغيرة، وجبة سويتها ثخينة وقياسها وسط، وسمكها وسط، حسب يعني بالبيت عندي واحد يرغب الخفيفة المقسبة، واحد يرغب العجينة الثخينة، واحد يرغبها وسط. فأنا سويت كل صينية أسويها بوجبة شكل. يعني هاي الأول وحدة سويتها أنا سويتها وسط،
حسوي الثانية حسوي الثانية العفو، اسويها يعني سميكة، العجينة سميكة اسويها على مود تصير هشة، كلش هشة، ولا تخافين ابد ما تعجن. وبالنسبة للفرن، الفرن اني اشعل جوه واحميه حيل تقريبا 10 دقايق. اذا فرنك قوي، اني فرني ما شاء الله يعني قوي، فانتي احميه 10 دقايق، وبعدين نصيه وشعلي الفوق ونصيه ودخلي الصينية، ولازم ما تعوفيها وتغفلين عنها لان ثواني ولازم تطلعيها. فانتي اذا ما عندك خبرة بالعجين، بس ارفعيه بالطرف بالخاشوقة، ارفعي اللحمة بعجينة تشوفين من طرفها مقسبة، ومن فوق اكيد حتصير شقرة تجنن مثل ما تشوفين. فانتي لازم تطلعيهن من غير ما تطفي، طلعيهن. امسحي الصينية بزيت دور ثاني على مود لا تلشع عندك من جوا او تلزق بالصينية وتشلع قلبك. وارجعي سوي هاي الحركات هسه اللي قاعد اسويها انا، نفس الشيء، ما عليها شيء طبعا، لا تلزق ولا عليها اي شيء، بس اهم شيء دهنيها بزيت. وترجعين دخليها للفرن. واذا عندك صينيتين بعد احسن، اني اخر وجبه سويتها بصينيه ثانيه لان ظلن عندي بس 3 يعني شنق مال عجينه، فما يحتاج. هاي الصينيه تاخذ 6، ذيك الصينيه الاصغر منها تاخذ 3، فانا خليتها بالصينيه الاصغر منها. فكنت محضرتها، بس طلعت هاي الصينيه دخلت الصينيه الثانيه. اهم شي تحاولين تدهنين ايديك بالزيت على مود لا تلزق بالعجينه، ولو هي العجينه هم بيها زيت. هسه تشوفوها ايش قد سهله وبسيطه وحلوه بالعجن كلش. بس هي اهم شي تتقنين ال... التقنيه يعني اللي مسويتها بيها. يعني الشكر لازم يذوب، الخمره لازم تذوب، ما يدافي شويه اكثر من الدافي، يعني هيك. بس هي يعني كعجينه وهاي كلش بسيطه، حتى بالتشكيل كلش بسيطه، كلش حتعجبكم. اني بالنسبه الي حتى بالكليشه دا استعملها، استعملتها بالكليشه وطلعت تجنن. بس شنو اضيف لها نكهات، اني هاي اللي بلحم بعجين مسويتها هم ضيفت لها فانيلا، بحيث من دخلها للفرن ريحه الفانيلا تترس البيت تجنن. وصلنا تقريبا لل5، وشوفوا يعني ماكو دقايق كلش قليله. اوكي، الشغله الثانيه لين تلزق عندك العجينه بالصينيه، تحاولين العجينه بالصينيه ترفعيها وترجعيها النوب حتى من تخليها النوب على مود طلعيها لا تلزق، ما تلقيها لازقه بالصينيه حتى اذا خلت لها كمل ما تلزق بالصينيه. هاي الشغله كلش مهمه. بالمعلقه تشيليهن، وعلى بالداخل تخلين اللحم لا تنزلي للطرف حتى مثل ما قلت لك ما يطلع دخان، وبالفرن هاي والصوص تخليه على الاطراف. وخلاص يعني احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اخاف تملون، اخليكم الفيديو كلش قصير، ولو اني ما ينمل مني. وحسب السمك اهم شي تخلين بالك كمان من داخليها الفرن، بس هي ما مستحيل اكثر من 10 دقايق، يعني احترقت ذبيها. السمك مالتها لا تخليها هواي سميكة ولا تخليها كلش خفيفة، لان تأثر عندك يعني بالاكل تصير يابسة. وشوفوا هاي العجينة ام 10 دقايق شلون حلوة، وجربيها باللحم بعجينة. واذا ما لك مزاج تسوين العجينة، جيبي عجينة من اي افران وفرن صمون، وسويها شكليها مثل ما انت تريدين. خلاص حدخل الفرن مثل ما قلت لكم. انتبهوا على الستاو مالتها. يلا نروح نشوف من نخلص. خلاص يلا ها هي راح نشوف المقطع الثاني. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذني السميكات الجهال تحبون ما اخلين ستاو كلش، وهذني لا، شوفي مقصبات.
وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. باي، نلتقي وياكم في فيديو ثاني.